طاجين السلق هذا البنة جربتوها ولا مازال؟ لازم تنوضوا تجربوها دوكا وتذوقوها وترجعوا لي بالخبر. سهل ويوجد في وقفه، وكالعاده بنتو بنت البنون. فما لي غير نقول لكم ديروا حفظ الفيديو ونروحوا لكيفيه التحضير. اول حاجه جبت الريسيبيون ديالي اللي كنت درت عليه السلق اللي قليته، درت عليه بولياشي ولا فيونداشي، حبه بيض والتوابل كامل تحت لا فيديو، نص مغرف كبيره نتاع طماطم مصبره، معدنوس، ونص مغرف كبيره نتاع الهريسه، وزوج مغارف كبار نتاع لا شابلور. دونك حطيته في المجمد حوالي 5 دقائق ونحيته وكورتهم بهذا الشكل، وراني نرمد فيهم في الفارينه، نغطيهم ونحطهم على جنب مده نص ساعه، ونروح ندير الطنجره ديالي اللي درت عليها البصل مرحي كما راكم تشوفوا، زدت عليه حبه طماطيش مرحيه، وزدت عليه الزيتون اللي كنت شللته 3 خطرات وخليته يتقلى. بعد ما تقلى لي درت له نص مغرف كبيره تاع الطماطيش مصبره والتوابل تحت لا فيديو كالعاده، قليته ورميت عليه الماء اللي لازم يكون سخن وخليته يطيب يتجمر. من جهه اخرى جبت لي بول ديالي قليتهم في المقله ورحت حطيتهم في طاجين ديالي اللي كان طاب لي وتجمر لي، وحطيت عليه رشه تاع المعدنوس. فما لي نقول لكم خلوا لي كامل تعليقاتكم. ا دوطخ فيديو مع وصفه جديده. سلام.